بنفس عدد اللاعبين. خالد ربما لا نلوم غزال على الحركه، لكن لا ربما الحركه التي وراءك الان ربما لا نلوم الحارس الشوشي لان لا نلوم الحارس الشوشي لان هذه اخطاء تقع في كره القدم، لكن التساؤل يبقى مطروح ايضا، وهنا ايضا الاختيارات البشريه للشوشي. كيف انا شخصيا اتساءل اختيار الحارس الشوشي كحارس للمرمى في لقاء من هذا الحجم، وكيف كثر الحديث ما بين الحراس الثلاث، ما بين الشوشي ومبولحي والقواوي واستبعاد زماموش. ربما يقولون زماموش سيكون حارس المستقبل، لكن كيف أنت شوشي كان معك طوال الإقصائيات، وكان هناك قواوي الذي خاض كل المباريات الإقصائية، وقواوي حارس يمارس بالمنتخب الجزائري أظن منذ 7 أو 8 سنوات. أنت تستغني عن حارس التجربة والخبرة الذي هو نونس قواوي. ربما الشوشي له إمكانيات أخرى، لكن في مثل هذه اللقاءات يجب أن تعطي الفرصة للحارس الأكثر خبرة وأكثر تجربة. التساؤل أيضا يطرح على مستوى خط وسط الميدان، لأنك تستغني عن يزيد المنصوري وتعطي الفرصة للحسن الذي كان غائبا عن هذه المباراة، وأيضا قبل ذلك تستغني عن لاموشيا الذي شارك أيضا في المباريات الإقصائية، وكيف لعب دورا على مستوى لاموشيا والمنصوري أظن هما مفتاح التأهل للمنتخب الجزائري لكأس العالم. لاحظنا كيف أنه في اللقاءات الإقصائية كيف كان هذا الثنائي يلعب دور صمام الأمان أمام خط الدفاع، تستبعد ربما لاموشيا كإجراء. أنا أستسمح فقط في وأطلب من مخرجنا يعطونا لقطة غزال حينما لمس الكرة باليد، وأنا أطلب رأي مدرب، وهي الصورة أمامك يا محي الدين. هل الكرة كانت في متناول اللاعب حتى يستعمل يده؟ هذا أعتقد أنا غباء رياضي. لا يمكن للاعب أخذ بطاقة صفراء ويعرف أن حينما يذهب بيده ليوقف الكرة سيأخذ بطاقة ثانية وسيحرم منتخب بلاده. هل تقبل أنت كمدرب أن يتصرف هذا اللاعب بهذه الطريقة؟ أبدا، لأنه خلى المنتخب ب10 لاعبين في الوقت اللي كان محتاج، وربما يرجع في النتيجة. أنا لا أوافق لما تقولوا بأنه الشوشي ما نلوموش. ليش ما نلوموش؟ لا، كانت كرة سهلة، يعني غلطة تقنية كانت التسديدة كانت سهلة. كان من المفروض غير ربما ندرج ذلك سي محي الدين في اطار ما يجرى ما يقع في ميادين كرة القدم. ما كانش مركز التركيز، لانه لابد ما تعيش اللعبه قبل الكره، قبل ما تلحقك الكره. لما تكون الكره عند الخصم دائما تفكر لونتيسيباسيون قبل اللاعب، ربما كذا وربما كذا. اشتكى بالكره من كاسياس وقال بان هي الكره شاطئيه، وحينما نشاهد حركه شوشي يعطينا طبعا يلعب كره الطائره ولا يلعب كره ربما يد مفتوحه. نعم، اتجاه مش غير قبل ذلك نعم قبل ذلك سي محي الدين لاحظنا التدخلات ديالو كانت يعني تدخلات سليمه في الوقت المناسب. التساؤل كيبقى مطروح سي محي الدين حول الاختيار ديال الشوشي اصلا كحارس في هذه المباراه. لا، هو بكل صراحه المفروض في المعسكرات وكذا ما نتكلموا على من هو الاول من هو الثاني من هو الثالث، لانه اللاعبين ماهوش في مستوى احتراف اللي يقدر يتقبل. بدات المشاكل، ربما بقات ذهنيا فيه تساؤلات، ربما التركيز يفقدوا التركيز. نفس الشيء بالنسبه لقائد الفريق. الاهم ماهوش قائد الفريق او شوشي او مبولحي الاهم وهو الفريق والنتيجه. اللحمه وكذلك النتيجه. ما تهمنيش يعني يلعب منصوري ولا ما يلعبش منصوري ولا هذا القائد الاول وهذا الثالث. لا، هذا كله تبقى في صلاحيه المدرب اللي في الوقت المناسب يعين من هو كابتن الفريق، من هو اللاعب. خصوصا ان le problème de Chaouchi, on en a beaucoup parlé autour de cette table. C'est un excellent gardien, mais il n'est pas constant et il n'est pas fiable. يعني في المباريات اللي بحال هذه ديال كأس العالم انا je m'attendais vraiment, parce qu'on a suivi avec un commentaire de journalistes français qui connaissaient pas très bien Chaouchi, qui disait que c'est un excellent gardien, mais on s'attendait à une bourde, à une petite, tout moment. Voilà, exactement, à tout moment. Chaouchi. On n'est pas les seuls ici, Fouad et Khalid, à poser des questions. Nous avons des mails et on va faire participer nos très chers amis téléspectateurs. Nous avons beaucoup de mails, vous en doutez, aujourd'hui d'Algérie.
et des questions notamment à Mohiddine Khalef de Boudaoud. Alors il donne d'abord un avis, il dit ils ne sont pas sérieux les joueurs algériens, exemple Chaouchi et Razal. Question à Mohiddine Khalef, pourquoi, nous demande Boudaoud donc d'Algérie, pourquoi Saïdan a fait appel à 7 nouveaux joueurs pour le mondial s'ils ne sont pas alignés dans un match pareil? D'abord, il faut respecter le choix de l'entraîneur. L'entraîneur est libre de choisir. C'est après qu'il rende des comptes. Si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, c'est autre chose. Maintenant, les nouveaux joueurs qui ont été sélectionnés, qui ont fait partie à la dernière minute, c'est très difficile de les faire jouer. Déjà, comme ça, كاين مشكل بالنسبة للانسجام. تزيد تدخل لاعب جديد فاكيد ربما ما يكونش شفناه في مباراه امام ايرلندا ونهزموا 3-0. فاللاعب الجدد ربما في المستقبل مع التدريب مع ربما يكونوا احسن وربما يفيدوا المنتخب الجزائري. لكن حاليا من المستحيل تحط في التشكيله الرسميه لاعب جديد اول مره يجي المنتخب الجزائري، اول مره يشارك في المونديال. هذا صعب. J'ai d'autres questions à Mohiddine Khalef, pas à Fouad ni Khalid, ni à moi-même. En tout cas, Houssine, c'est un Algérien vivant en France. Il nous dit bonsoir. Bonsoir, c'est Houssine qui regarde l'émission Le Match chaque lundi depuis une année. Il aime bien la qualité de vos analyses. Fouad, Khalid et Jamal. Jamal Wa'ana. Jalal, donc une question à Mohiddine Khalef. Comment vous voyez, demande notre ami Houssine, l'équipe algérienne contrer cette force de frappe de l'équipe anglaise ou des États-Unis? Il dit texto, donnez-nous, si Mohiddine, une tactique rassurante pour éviter 5-0 face à cette équipe. Moi, j'ai toujours répondu quant à la participation تاع المنتخب تاعنا في كأس العالم. يعني طرحت سؤال في الشارع وكل واحد انت تعرف، قلت لهم انا الهم الواحد وهو التحضير الفريق. نعم. يكون جاهز. لما ما تكونش جاهز فتتصل علينا اليوم نقول له ربما علاش المنتخب الجزائري ما غيرش الخطه وارجع الكره اسرع من نعم. ربما ما عندوش تلك الامكانيات لانه مشاكل كثيره كانت. فهذه وحده. ثانيا اذا كنت في مستوى نقولوا مستوى جيد بدنيا فالخطه التكتيكيه تلعب دور وتحاول. نعم. يعني ما تطيح في لعب الامريكيين نعم. او الانجليزيين. يعني تعتمد على اللياقه البدنيه والصراع والقوه الجسمانيه. تلعب حيله كما قلنا، تلعب بالحيله، تلعب بامكانياتك الفرديه الكرات الارضيه. نعم. وتستغل تغير الريتم لما تسترجع الكره انه ربما هو لم يستطيع ان يغير الريتم مع فريق سيء، كيف يغير الريتم مع فريق قوي؟ في الكونتر اتاك. احنا نقول له ربما المنتخب الامريكي واللي يجي يدخل بقوه يقول لك هذا المنتخب الجزائري في تناول فنقدر نفوزوا بسهوله، ربما يخرج من المنطقه ويخلي مساحه. فؤاد وسي خالد خديتوا حقكم دابا حق المشاهد الكريم. Avec nous donc Tarek Meliani d'Algérie également, il dit salut tout le monde, il souhaite bonne chance à la sélection algérienne et il voudrait savoir si Mohiddine Khalef, pourquoi vous n'avez pas participé à la formation de cette équipe algérienne? Ça c'est pas de mon ressort. هذا مشكل تاعي مش هذا المشكل تاعي. فمسؤولين اختاروا الطاقم واختاروا الطريقه وهما ماشيين ويتحاسبوا عليها. نعم. كاين اخر سؤال باقي d'autres questions mais la dernière question qu'on va passer aujourd'hui من وجده avec عبد الرحيم اوكادي من وجده كيقول بعد هذه المباراه ومن بعد هذه الهزيمه سي محي الدين دائما هل هناك امل للمنتخب الجزائري انه يتاهل الدور الثاني؟ اولا نحيي الجمهور مدينه وجده. بكل صراحه الامور صعبه. احنا تكلمنا وقلنا بان المنتخب الامريكي اقوى من المنتخب الانجليزي. نعم. محضر بدنيا تكتيكيا وفيه الصراع والسرعه وكذا. نعم. المنتخب هو شوشي مع الحارس جرين فقط هو القاسم المشترك. احنا المشكل هو التحضير. نعم. منتخبنا الجزائري
موش في التحضير، موش محضر 100% للكاس العالم، يعني موش